لو شايفين السكرين بتاعتي اعملوا لايك او اي حاجة يعني، عشان بس نتأكد انه شايفين السكرين بتاعتي. طيب اوكي ممتاز. نرجع نبدأ في السيشن بتاعتنا. كويس، في عدد كبير حضر السيشن، ما كنتش متوقع بصراحة يحضر عدد كبير كده. انا اسمي فهد، وباختصار انا تخصصي ايه performance marketing manager، و بصنف نفسي كمان جوجل ادز اكسبرت، خبير اعلانات جوجل، وعندي شغال كونسلتنت كمان في اعلانات جوجل، وعندي الكورس بتاعي على الويب سايت فهدمجدي دوت كوم، لو حابب انك تشوف الويب سايت او تشوف الكورس. كمان تقدر تتواصل معايا من خلال رقم الواتساب بتاعي، ممكن اعرضه عندكم هنا، اعرضه على السكرين، او ان انا ابعته لكم في ابعته في مسج في رسائل في الجوجل ميت هنا. طيب كمان حابب اقول ان دي هتكون سيشن هنشرح فيها ازاي نتعلم البيسكس، اساسيات الاي اي الذكاء الاصطناعي. كمان لو انت حابب بقى انك تدخل في ليفل الادفانس، وانك تستخدم الاي اي بشكل ادفانسد في شغلك، ازاي انك توفر وقت ومجهود وتجيب افكار وتعلى الليفل بتاعك في استخدام الاي اي. كمان انا بقدم خدمه زي كونسلتيشن، ان انا بعمل لك سيستم، ببني لك سيستم وورك فلو معين تبقى كاستمايز بالتخصص بتاعك. يعني على سبيل المثال، لو انت مثلا مدرس، دكتور، مهندس، سي او، ماركتير، اس وات ايفر التخصص بتاعك، فانا بساعدك، بتكون حاجه خاصه بيك. يعني بعمل لك سيشن بتبقى عباره عن 4 5 ساعات، وبعمل لك ورك فلو خاص بيك، وسيستم تستخدمه في كلود وشات جي بي تي ومانوس، بحيث انه يوفر عليك مجهود ويزيد من انتاجيه شغلك. لو حابب برضو تستفسر عن الموضوع ده، تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب، وان شاء الله اديك تفاصيل اكتر. فخلينا عشان ما نضيعش وقت نبدا في السيشن بتاعتنا، واللي هي تعلم اساسيات الاي اي للناس المبتدئين اللي ما عندهمش اي خلفيه عن الاي اي. طيب يعني ايه اي اي؟ هو ادوات الذكاء الاصطناعي هي عباره عن تولز، واسمها ذكاء اصطناعي عشان هي بتقدر تفكر بنفسها، تاخد ديسيشن، تاخد قرار. عكس الاول مثلا لما كنت بتدي امر الاكسل او ايا كان البروجرامز اللي كانت موجوده قبل كده، بتدي له امر فبيرد عليك حسب الداتا اللي موجوده عنده داتا، بناء على الداتا دي بيبدا يرد عليك بالداتا اللي موجوده عنده، ما بيفكرش، مش بيطلع افكار. الاي اي هي تولز، ادوات بنستخدمها وبتطلع لنا افكار، بتبدا تفكر. آه، طبعا حاجات برمجيه احنا معقده ملناش دعوه بيها، احنا عاوزين نتعلم ازاي نستخدم التولز دي في حياتنا اليوميه. طيب في ناس بتكون فاكره ان الاي اي او الذكاء الاصطناعي بيكون مقتصر على الناس اللي هم المبرمجين، او الناس اللي هم آه، عندهم تطور تكنولوجي ومعرفة كبيرة بالكمبيوتر والتك. لا خالص، انت ممكن تكون دكتور وعندك عيادة وتستفيد من الاي اي، وممكن تكون مهندس وتستفيد من الاي اي، او ايا كان تخصصك، مدرس، مهندس، محاسب، كل التخصصات تقدر يستفيدوا من الاي اي، ويزيدوا من انتاجيتهم يوميا، ويقللوا من الوقت والمجهود. وان شاء الله هنتعلم في السيشن دي بعض الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نعمل ده. طيب خلينا نقول ايه هي التولز اللي غالبا متوفره في السوق حاليا او في الماركت في الاي اي، ومشهوره وممكن نستخدمها احنا بشكل قوي. اشهرهم طبعا اشهر اداه احنا او كلنا بنستخدمها اسمها شات جي بي تي. ف شات جي بي تي هو ابلكيشن موجود، تقدر تحمله على الموبايل، يعني اي حد يقدر يستخدم برضو الموبايل في شغله، او انك تستخدم الكمبيوتر في الشغل. ف طيب فاشهرهم شات جي بي تي. وهو شات جي بي تي عباره عن ابلكيشن انت ممكن تحمله عندك على الموبايل، وتسجل عليه حساب عادي وتبدا تستخدمه، او انك تروح على جوجل على الكمبيوتر مثلا، تفتحه على جوجل وتكتب شات جي بي تي، وبالتالي هيفتح لك برضه هو نفس الويب سايت اللي هو نفس الابلكيشن، هيفتح لك عادي على الكمبيوتر بتاعك. فقلنا نقدر نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بكل انواعها على الموبايل من خلال ابلكيشن بنحملها من البلاي ستور او من الابل ستور للايفون،
او ان احنا نستخدمهم على جوجل، نستخدم الموبايل او نستخدم الكمبيوتر. طيب في اداة تانية غير شات جي بي تي اسمها كلود، وده نسخة اقوى من كلود، يعني حاجة متطورة اعلى من كلود، اعمق في البحث وفي الردود، يعني بيستخدم في حاجات معقدة اكتر من كلود، والنتائج اللي بيطلعها بتكون افضل بكتير بصراحة من شات جي بي تي. في اداة تانية برضو اسمها مانوس، خليني اكتبها واوري لكم شكل الابلكيشن ده، واللي انا بصراحة منبهر بيه. مش عارف اتوقع متى اشترت الابلكيشن ده او استحوذت عليه او في حاجه حصلت، انا لسه ما قراتش بصراحه، ما عملتش ابديت، بس يعني في تحديثات حصلت كبيره بتدل ان مانوس ده اتوقع متى اللي هو شركه الفيسبوك استحوذت عليه او اشتريته. طيب يبقى احنا قلنا هنتكلم في السيشن دي عن ثلاثه تولز اساسيه، اللي هي شات جي بي تي وكلود ومانوس. طيب في طبعا في حاجه اسمها جيميناي، اللي هو حاجه تبع جوجل، وجيميناي ده اللي هو فيه تولز، اشهر تول فيه اللي هي النانو بنانا، خاصه بالجرافيك ديزاين او بالتصميمات، تساعدك انك تعمل تصميمات. ولكن من اسبوعين بالظبط شات جي بي تي حب ان هو شات جي بي تي هي شركه مستقله طبعا، حبت ان هي تعلي على نانو بنانا او على الجيميناي، ويعملوا نسخه متطوره في الصور، فبالتالي بقى شات جي بي تي اقوى من نانو بنانا بشكل كبير، يعني في الموضوع التصميمات والصور. فخلينا ناخد كل اداه لوحدها، نقول هي تخصصاتها ايه، وبعدين نبدا نشتغل بشكل عملي عشان نختصر في الوقت شويه. اول حاجه شات جي بي تي احنا ممكن نستخدمه في ايه، وفي نقطه عاوز انبه عليها. شات جي بي تي خليه هو الدليل بتاعك، هو اللي بيقول لك هتروح فين وهتعمل ايه. على سبيل المثال انا سمعت عن اداه اسمها كلود، اللي هو ده اللي انتوا شايفينه قدامكم. كلود ده بنجيبه ازاي؟ بنروح في جوجل عادي ونكتب كلود، او ممكن نكتب بالعربي عادي، يعني خلينا نتكلم بالعربي عشان الناس اللي الانجليش عندها مش قوي فما يواجهوش صعوبه. ممكن نكتب في البحث كده كلود و اي اي مثلا، ونعمل انتر ويظهر لنا. طبعا دي اول حاجه، دي نتيجه اعلانيه، سبونسر يعني اعلان. فهننزل تحت لحد ما نجيب الويب سايت اللي احنا عاوزينه، اللي هو اسمه كلود اي اي اهو. وده علامه اللوجو بتاعه اورنج كده، الباك جراوند الخلفيه، واللوجو لونه ابيض وطالع منه شرط متشعبه كده. فهو ده كلود اللي احنا هنشتغل عليه. برضو عرفنا ازاي نجيب شات جي بي تي من جوجل. ومانوس كالتالي هنكتب مانوس في جوجل هيطلع لنا الويب سايت. تمام. طيب فانا عاوزكم كبدايه نستخدم شات جي بي تي في كل حاجه كدليل لينا، هو اللي بيدلنا، يعني هو اللي بيقول لنا والله انت عشان تعمل ده هتمشي على الخطوات دي 1 2 3. فانا على سبيل المثال لو انا مش عارف استخدم كلود ده، انا ممكن اروح اقول لشات جي بي تي ازاي استخدم كلود بكل بساطه. مش محتاج اتكلم بالانجلش، مش محتاج اكتب برومبت او امر. برومبت ده يعني امر، حاجه مخترعينها اسمها امر، بنديه للادوات الذكاء الاصطناعي بحيث ان احنا نكلمه باللغه بتاعته، ما نكلموش باللهجه العاميه بتاعتنا او بالكلام بتاع البشر، فبالتالي الاي اي مش هيفهمنا بشكل كبير. انما لما نكلمه بالامر اللي هو بيفهم بيه بالطريقه بتاعته، يبدا يدينا نتيجه افضل. فعشان بس ايه ما ندخلش ناس في تعقيدات، آه فهنستخدم شات جي بي تي في كل حاجه، هو اللي هيساعدنا ان احنا نتحرك. طيب ازاي بنستخدم شات جي بي تي وازاي بنعمل عليه حساب؟ انت هتفتح شات جي بي تي عادي في اي متصفح عندك، وهيكون ظهر قدامك الشكل ده بالعربي. طبعا لو انا ظهر قدامي بالانجلش فانت ممكن لو بتستخدم اللغه العربيه هيكون قدامك بالداشبورد باللغه العربيه. هتروح هنا هتعمل ساين اب، تسجيل حساب، بالعربي هتبقى تسجيل حساب فور فري مجانا، يعني تقدر تسجل حساب على شات جي بي تي مجانا. هتضغط على كلمه ساين اب وتعمل تسجيل دخول مع جوجل. تمام، او انك تستخدم الايميل ادرس. طبعا انا هعمل مع جوجل، ودايما بستخدم كونتينيو ويز جوجل، يعني عشان ما اقعدش ادخل يوزر نيم وباسورد، وبدخل الايميل اللي انا عاوز عفوا استخدم الايميل اللي انا عاوز اشتغل بيه. وهيبدا يعمل لك حساب جديد على شات جي بي تي كده. خلاص بقى عندك اكونت على شات جي بي تي، وقدامك الداشبورد دي. وكمان في منه نسخه مجانيه اللي هو معظمكم بيستخدمها، وفي منه نسخه المدفوعه اللي هي بفلوس، اللي معظمكم مش بيستخدموها غالبا يعني عشان هي مكلفه. طبعا التكلفه بتاعت شات جي بي تي اتوقع $20، اقل
اقل تكلفه شهريه $20. كمان كلود اتوقع برضو $20 اقل حاجه، ومانوس برضو $20 اشتراك شهري لكل اقل باقه ليهم للثلاثه هي $20. طيب دلوقتي عاوزين نبدا، وليكن احنا معانا النسخه المجانيه مش معانا النسخه المدفوعه، بس انا بقول لك من تجربتي لو انت عندك شغل وشايف ان الاي اي هيساعدك فيه اشترك ادخل في النسخه اللي هي المدفوعه، لان هيفرق معاك بشكل رهيب. يعني النتائج هتكون مختلفه، سرعه الرد هتكون مختلفه، المودلز اللي بتستخدمها مختلفه، كل حاجه مختلفه. حتى الكريدت بتاعك مش بيخلص بسرعه، فبيبقى عندك كريدت انك تعمل شغل اكتر يعني. تمام. خليني اقول شات جي بي تي تخصصاته، وبعد كده اقول كلود، بعد كده اقول مانوس، عشان نبدا السيشن بشكل عملي. زي ما قلت شات جي بي تي خليه هو الدليل بتاعك، يعني اي حاجه صعبه انت مش فاهمها اسال شات جي بي تي باللهجه العاميه وهو هيبدا يرد عليك. عاوز اتعلم ازاي استخدم كلود هيبدا يرد عليك. عاوز اتعلم ازاي استخدم مانوس هيبدا يرد عليك. قول لي يا شات جي بي تي ايه المزايا بتاعتك، استفيد منك ازاي يا شات جي بي تي. انا تخصصي محاسب، مهندس، مدرس، انا عندي شركه سياحه، انا عندي شركه ريل استيت، استفيد منك ازاي؟ هيبدا يرد عليك. تمام. ده شات جي بي تي يقدر يعمل لك بلان، خطه، يقدر يعمل لك تصميم صور، وصور ممتازه بصراحه. يقدر يعمل لك ملف اكسل، ملف وورد. ده شات جي بي تي اختصارا، وهنستخدمه كدليل في كل حاجه. يعني هنعمل الحاجات البسيطه، نعمل عليه تصميم، ملف اكسل، ملف وورد، الحاجات البسيطه، وفي نفس الوقت هنستخدمه كدليل يساعدنا ان احنا نستخدم كلود وباقي ادوات الاي اي. عشان انت بعد السيشن دي ممكن تتوه مني، يعني انت السيشن دي هتكون مدتها ساعه، فبالتالي بعد السيشن دي انت ممكن تتوه. فانا بقول لك عشان ما تقعدش تلف كتير في اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا ويجي لك ريلز وده يقول لك ما اعرفش تقدر تعمل كذا وكذا، استخدم شات جي بي تي. كلمه، انت ممكن تبعت له فويس، تقول له في الفويس انا مش فاهم 1 2 3 وعايز اتعلم، هيبدا يرد عليك بكل سهوله يعني. تمام. ده بالنسبه لشات جي بي تي. طيب نروح لكلود. ايه هو كلود؟ هنعمل عليه اكونت بنفس الطريقه اللي عملنا بيها في شات جي بي تي. هنكتب في جوجل كلود، نفتح الويب سايت زي ما انتم شايفين، وهيكون برضو هنا على اليمين مكتوب ساين اب فور فري، تسجل حساب، ويفتح قدامك الداشبورد دي. وبرضو في منه النسخه المدفوعه وفي منه النسخه المجانيه. طيب كلود هنا البرنس بتاع بصراحه ادوات التولز الاي اي في 2026 يعني هو واكل الدنيا يعني، مسيطر، وبصراحه هو يستاهل يعني ويستحق. واللي هيقول اللي جربه هيعرف، عارف انا بقول ايه. ممكن نستخدم في كلود في ايه؟ ممكن نستخدمه زي شات جي بي تي، نساله في بعض الاسئله والشاتنج وكده، بس هو مش افضل حاجه في الموضوع ده، لان هو بياخد وقت عشان يفكر، لان بيديك نتيجه اقوى، مش بيديك نتيجه سريعه، وبيديك نتيجه اقوى. فالشاتنج اليومي، الاسئله، خليك في شات جي بي تي. انما كلود مش افضل حاجه في الموضوع ده، لانه بياخد وقت في الردود. كلود بقى ممكن يعمل ايه؟ كلود ممكن يعمل لك ملفات اكسل معقده. يعني عندك مثلا انت شغال محاسب وعندك ملفات اكسل محاسبه ومعقده وعاوز تعمل تقارير وما الى ذلك، كلود يقدر يعمل لك ده. عاوز تعمل ويب سايت او لاندنج بيج، موقع الكتروني للشركه بتاعتك بسيط، وانت مش بتعرف اي حاجه في البرمجه ولا بتعرف ازاي، كلود ممكن يساعدك انك تعمل ويب سايت. عاوز تعمل تبدا بقى تربط كلود ده مع باقي التولز. يعني انت عاوز تكتب ايميل، تقدر تربط كلود بالجيميل بتاعك وهو يكتب لك الايميل ويبعته لك. عاوز تعمل حملة إعلانية على الميتا أو على جوجل أدز، أو عاوز تعمل إدارة للبيزنس بتاعك للموظفين، كلود ممكن يساعدك في كل ده. في كلود فيه فيتشرز كتيرة أو فيه خصائص متعددة، خلينا نتكلم عنها بسرعة. أول حاجة الشات اللي هو العادي، الشات اللي هو الشات ده زي ما انتم شايفين المنيو اللي على الشمال دي. اول اوبشن ده خاص بالسي في، لو انت بتقدم على وظيفه او غيره ممكن تضغط عليه وهيساعدك في انك تعمل سي في او انك تقدم على وظيفه، بس خلينا نتجنب ده في الوقت الحالي يعني، لانه مش مهم قوي. اول اوبشن هنا النيو شات اللي هو زي ما انتم شايفين، لو ضغطنا عليه هيجيب لنا الداشبورد دي او الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم، ونبدا نتكلم معاه وهيرد علينا عادي زيه زي شات جي بي تي بالظبط. تمام. يعني مثلا ممكن اقول له ايه مزايا كلود باختصار مثلا، فانا بساله ايه مزايا كلود باختصار، هيبدا يرد عليا. شوف بيفكر، هو اخد وقت في التفكير. مزايا كلود بيقول لي فهم عميق للسياق، بيفهم الطلبات المعقده ويجاوب بدقه، مش كلام عام، كتابه احسن،
نصوص اكتر طبيعيه وابداعا. فهو بيقول لي الخصائص بتاعته، تمام، متعدد اللغات، عربي وانجليزي ومش عارف ايه. فده الفيتشر الاولى اللي هو الشات، اللي انا عاوز ابدا شات جديد اقدر اضغط على كلمه نيو شات هيجيب لي شات جديد، تمام. واي شات انا بكتبه هنا بيبدا يظهر عندي في الشمال هنا على المنيو اللي في الشمال، اللي هو شايف اخر شات انا عملته اسمه ايه، مزايا كلود، فبدا يتسجل عندي هنا. طيب اللي بعده ايه؟ اللي بعده السيرش. لو انا عاوز اعمل سيرش عن الشات او المحادثات اللي انا عملتها مع كلود قبل كده، اقدر اروح على سيرش دي، اضغط عليها وابدا ادور على كلمه مزايا اهو. مزايا كلود لما كتبتها في السيرش جاب لي الشات اللي انا كنت، عشان لما تعمل اكتر من شات ويعدي عليه اسابيع وشهور حابب ترجع له، تقدر تدخل من السيرش هنا وتجيبه او من البحث. طيب تحتها لو ضغطت على كلمة شاتس هيجيب لي الشاتات القديمة، وبرضه اقدر اعمل سيرش الشاتس اللي انا عملتها قبل كده او المحادثات اللي انا عملتها قبل كده. وفي منيو هنا او في بار هنا بقدر اعمل منه سيرش، هي نفسها يعني الاتنين واحد، يعني مش عارف ايه الاضافة. طيب اللي بعدها البروجكتس، ودي لازم نتوقف عندها شوية. مش هشرحها بالتفصيل دلوقتي على اني هرجع لشات جي بي تي وبعدين هقول لكم نستخدم ازاي البروجكت، بس انا هديكم نبذة عن البروجكت. ودي اهم، مش اهم نقطة بس من اهم النقاط، من اهم النقاط في كلود انك تعمل بروجكت. طيب ايه ميزة البروجكت؟ حاولوا تركزوا معايا عشان ما تحسوش ان الموضوع معقد، لازم تركز عشان ما يفوتكش نقطة او حاجة فتحس ان الموضوع بقى معقد بالنسبة لك. خليني اشوف لو في حد طالب ان هو يدخل. طيب مفيش. طيب الفرق بين البروجكت، المشروع، بروجكت يعني مشروع، وبين الشات ايه؟ ان انا لما بعمل نيو شات وابدا اتكلم مع كلود بيكلموا على ان انا شخص جديد، محادثه جديده لسه مش فاهم انا بعمل ايه. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا فتحت كده نيو شات جديد هنا وقلت له مثلا خلينا ناخد بروجكت نشتغل عليه، كيس دلوقتي ناخدها ونشتغل عليها بشكل مستمر، بس هناخد كيس يعني حاجه شائعه بحيث ان يكون معظم الناس تكون بتستخدمها. مثلا ممكن نطبق دلوقتي عملي على مدرس او محاسب او مثلا انا، خلينا نقول انا صاحب شركه، لان ده معظم او انا مدير شركه او انا شغال في شركه، تمام. هناخد شركه ايه؟ خلينا نقول مثلا شركه مثلا شركه سياحه على سبيل المثال، خلينا ناخد كمثال شركه سياحه. طيب انا هقول له مثلا لو انا فتحت شات جديد، انا فتحت شات جديد اهو، تمام، وهقول له مثلا انا عندي شركه. طبعا انا مش بقول لكم انكم تتكلموا معاه بالطريقه دي مع كلود، افضل تتكلموا كده مع شات جي بي تي، بس مع كلود افضل الطريقه تكون محترفه اكتر من كده. بس انا بديكم مثال الفرق بين الشات والبروجكت، تمام. لو انا قلت لكلود دلوقتي انا عندي شركه سياحه وفي مصر وبستهدف مثلا الناس المهتمه بالحج والعمره في القاهره فقط مثلا، يعني عاوز خطه للتسويق، معايا مثلا ميزانية 50,000 جنيه شهريا، تمام. طيب لو انا عملت اديته الامر ده وقلت له اشتغل واداني نتيجة وعمل لي خطة، هاجي بعد كده عاوز اكمل شغل على الخطة دي. فبالتالي لو عملت شات جديد مش هيفهم ان انا بكلمه على شركة السياحة دي، هيكلمني على ان انا بعمل شات جديد مش عارفني انا مين. ده الفرق بين الشات العادي والبروجكت. البروجكت ان انا بقول له والله، لما دوست على كلمة بروجكت هنا على الشمال، طبعا مش بيكون ظهر قدامكم البروجكت، لا انا اديكم خليني اوريكم في اكونت تاني. انا لما فتحت البروجكت هنا في اكونت تاني شايفين فاضي مفيش ولا بروجكت، تمام، عشان ده اكونت انا مش عامل عليه اي حاجه. فانت بتروح تعمل ايه؟ بتروح مش بيكون فينا اي بروجكت، بتروح تعمل نيو بروجكت، بتدوس على مشروع جديد بالعربي، نيو بروجكت او مشروع جديد بالعربي، وبيقول لك اسم المشروع ايه. طيب المشروع ده عباره عن ايه؟ المشروع ده ان انا بقول له والله اي محادثات هتتم داخل البروجكت ده فهي تبع شركه السياحه دي، خلاص. يعني بعد كده مش محتاج اقول لك اللوجو بتاع شركه السياحه عامل كذا، ولا اسمها عامل كذا، ولا الويب سايت بتاعهم عامل كذا، ولا انا بستهدف مين، ولا انا البادجت بتاعتي كام، الميزانيه اللي هصرفها في الاعلانات كل شهر، لا.
فالبروجكت مجرد ما بديله ديتيلز معلومات بيسيفها في الميموري بتاعه في الذاكره بتاعته ويبدا يشتغل عليها. فكل ما ببعت رساله او اطلب منه تاسك او مهمه في البروجكت ده خلاص مش محتاج اعيد وازيد، انت ممكن بالموبايل بتاعك بقى تبدا تتعامل معاه. اوكي، فانا مثلا اقول له ايه، هقول له شركه سياحه، ده اسم البروجكت، والهدف مثلا عاوز تكتب الجول بتاعك هنا او الهدف هنا اكتبه، مش عاوز خلاص، بس هو بيقول لي وات يو ار وركينج اون، فانا بقول له اسم البروجكت شركه سياحه، والهدف بتاعي مثلا انشاء خطه تسويقيه على السوشيال ميديا. انا بديكم باختصار عشان نختصر الوقت، وبقول له كرييت بروجكت او انشاء مشروع بالعربي. خلاص. طيب بعد ما عملت ده ظهر لي ايه؟ ظهر لي ملفات اقدر اضيفها، وظهر لي انستراكشنز تعليمات اقدر اضيفها، وهنا الميموري ده خلاص ما عندكش تحكم فيها، هو بيسيف اي معلومات او اي معلومات بتدخلها هنا في البروجكت بيحطها في الميموري عندي، فيحطها في الميموري عنده بحيث انه ما ينساش اي حاجه. هل ينفع ان انا اكسبت من هنا؟ مفيش حد طالب ولا ايه؟ طيب ماشي. فانا اقدر اضيف عندي اي، لو عندي مثلا اللوجو، عندي اي تفاصيل خاصه بالشركه، عندي شكل الفواتير بتاعتي، عندي تصميمات انا كنت عاملها قبل كده على صفحه الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان. لو انا محاسب اقدر اضيف الميزانيه اليوميه بتاعتي او الحسابات اليوميه او دفاتر اليوميه، اقدر اضيف الميزانيه العموميه، اقدر اضيف، لو انا دكتور اقدر اضيف الفحوصات بتاعتي، شكل التحاليل بتاعتي، الخدمات اللي انا بقدمها. لو انا مثلا مهندس وشغال على مشروع معماري معين اقدر اضيف الرسومات القديمه، التخطيطات اقدر اضيفها في الفايلز هنا، او بالعربي ملفات. تمام، يبقى احنا عارفين ان احنا بنفتح كلود من المتصفح من جوجل عادي ونعمل حساب ونبدا نستخدمه كشات عادي، او لو انا بقى عندي بروجكت عاوز اشتغل عليه بعمل بروجكت، وجوه البروجكت ده بضيف الفايلز اللي عندي عشان ابدا اقول لكلود اتفضل امسك الملفات دي استخدمها وانت بتديني نتائج، عشان ما تشتغلش من دماغك. طيب الانستراكشن دي يعني ايه؟ احنا شرحنا الفايلز تمام، اي فايلز انت متخيل انها مش مفيده، لا هي مفيده، ضيفها في الفايلز وخلاص. بتضيفها ازاي؟ على علامه الزائد هنا وتعمل ابلود فايل او اضافه ملف جديد، وتبدا تضيف من اي مكان. على سبيل المثال انا هضيف مثلا الصوره دي يعني، فهو كده ضاف الصوره دي. اوكي. طيب الانستراكشن دي يعني ايه بالعربي؟ يعني التعليمات. تعليمات، مش انت لما بتجيب موظف عندك وتشغله سيلز مثلا بتقول له ما تديش ديسكاونت غير مثلا اقل من 20%، ما تعملش، بتقفل المحل الساعه 10، بتعمل ما اعرفش ايه، ما تكلمش الزباين بالطريقه دي. فهو دي الانستراكشن بتاع كلود، بتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، ما تتكلمش في البروجكت ده باللغه الانجليزيه، كلمني بالعربي، خلي اللهجه مثلا مصريه، عاوز التصميمات كلها تكون بنفس الطريقه بنفس التمبلت القالب. فدي الانستراكشنز انت بتحطها هنا. تمام، دي كانت اهم حاجه انا حابب اشرحها في كلود. في بقى كلود كود، ودي خاصه بالمبرمجين، ودي حاجه ادفانسد مش هنحتاجها كلنا معظمنا غير الناس اللي داخلين في قسم البرمجه او الناس اللي هم ادفانسد قوي في الاي اي، في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي فبالتالي الكود دي، الكلود كود ده مش هنستخدمه. تمام. طيب والكستمايزيشن دي هنشرحها بعدين. وعندنا الديزاين برضو، دي فيتشر او ميزه كلود ضافها جديده خاصه بالتصميمات، مش هنتناولها في السيشن دي خالص، هنتجنبها دلوقتي. تمام، لان احنا بنشرح للناس المبتدئين، فنقدر نستخدم في الديزاين شات جي بي تي افضل من الموضوع ده او اسهل. في حاجه اسمها كلود كورك برضو، ده بقى ابلكيشن خاص بكلود بتحمله عندك على الكمبيوتر وتسطبه وتروقه وتسيبه وتمشي. اي فايل او اي فولدر عندك على الكمبيوتر ممكن تفتح الموبايل بتاعك وتكلم كلود وتقول له في فولدر عندي فيه صور قديمه عاوزك تفلترها، تمسح لي الصور المكرره، او عندي مثلا ملف اكسل فيه لستة زباين كانوا شاريين مني قبل كده معرفش تذاكر سياحه، عاوزك تفلتر لي الناس اللي اشتروا اخر الشهر وتديهم لي في ملف اكسل جديد. هيدخل على الكمبيوتر لوحده، انت بعت بس مجرد فويس على الابلكيشن، هيدخل لوحده، هيدخل على الفولدر، هيفتح الاكسل
الموضوع سهل، انا ما قلتش اي حاجه فيها برمجه ولا اي حاجه فيها انجليش، انا بتكلم بكل سلاسه. هتبعت فويس، هتقول له او تبعت رساله، عندي ملف اكسل اسمه كذا، ادخل اعمل لي فلتر وخد الناس مثلا اللي حجزوا اخر شهر، او عندي ملف محاسبه بادجت بتاع اخر مثلا ديسمبر، اعمل لي تقرير واعمل لي اقدمه للمدير. بكل بساطه هيعمل لك ده، وهيدخل ويتحكم في الكمبيوتر بتاعك بكل سهوله، مش هيحذف حاجه او يضيف حاجه غير لما تديله الاوكي. هيبعت لك نوتيفيكيشن وانت تقول له اوكي. تمام. احنا كده شرحنا التخصصات اللي موجوده في كلود، ودي كانت اهم حاجه. خلينا بقى نرجع لشات جي بي تي. تمام. طيب، فشات جي بي تي كلنا عارفينه وبنستخدمه استخدامات، معظمنا بنستخدمه في الشات، وانا كمان بستخدمه في الشات، وزي ما قلت لكم بستخدمه في التوجيه ان هو يوجهني. في طبعا حاجه في الشات جي بي تي اسمها كودكس، وده خاص بالمبرمجين برضو، واللي احنا مش هنتكلم عنه في السيشن دي. طيب، لو انا عاوز اشترك في شات جي بي تي في النسخه المدفوعه، بروح هنا على الاعدادات على الحساب بتاعي، واروح على كلمه ابجريد بلان، او بالعربي اللي هو ابجريد، ان انا ازود الباقه بتاعتي. وعندي هنا في شهري، وفي اشخاص، وفي بيزنس. طبعا كلنا هنستخدمه طبعا الاشخاص، وفي النسخه العاديه اللي هي ب $8 في الشهر، وفي اللي ب $20، وفي اللي ب $100. وادي خصائص كل باقه تقدر تبص عليها انت بعدين عشان ما نضيعش وقت فيها. طيب، بس انا زي ما بقول لك، لو انت هتركز في استخدام الاي اي في شغلك، فافضل انك تشترك، وهتلاقي فرق رهيب. طيب، دلوقتي عاوزين نتعلم ازاي نستخدم شات جي بي تي، ويساعدنا في استخدام كلود، وفي نفس الوقت يساعدنا في استخدام مانوس. خليني افتح مانوس واقول لكم مانوس ده بيعمل ايه، عشان واحنا بنشتغل دلوقتي نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. هنروح في جوجل عادي وهنكتب كلمة، يا سيدي هنكتب بالعربي مانوس. انا عاوز كل حاجة بالعربي عشان في ناس بالانجليش بيعمل لها عقدة. انا كنت كده زمان، لما كنت اي حاجة بالانجليش كانت بتعقدني بصراحة. فانا كتبت مانوس بالعربي اهو، وجاب لي اول موقع الكتروني اهو اسمه مانوس دوت اي ام. هدوس عليه، ومانوس ده اتوقع هو صيني، فروم ميتا. خلاص يا جماعه، ميتا علني اشترت مانوس. ده اكيد ممكن يكون الخبر ده قديم، بس انا لسه واخد بالي. انا توقعت ده في بدايه المحاضره. introducing cloud computer، وده ميزه جديده مانوس نزلها، ان هو اتوقع هيبدا يتحكم في الكمبيوتر برضو زي كلود. يعني دي ميزه اتوقع لسه منزلها جديده اهو. كمان مانوس يقدر يتحكم في الكمبيوتر بتاعك ويعمل كل حاجه. فلو شغلنا الفيديو مع بعض، هنا بيشرح لك، بيقول لك your agent on your computer. الاي اي بيتحكم في الكمبيوتر بتاعك، ففي تطور رهيب في الاي اي. هنا بيقول لك ازاي نستخدمه، ندوس هنا الكمبيوتر كرييت. فعموما دي لسه ميزه نازله جديده اهي. طيب، زي ما انتم شايفين كان مكتوب في مانوس، طبعا برضو نفس الطريقه. هتفتح مانوس، وبعد كده مش هيكون عندك حساب، هتقول على اليمين كرييت نيو اكونت، وبالجيميل او بالايميل او برقم التليفون، وتسجل حساب جديد. هتظهر قدامك الداشبورد، بس الشات اللي موجوده على الشمال هنا دي كلها مش هتكون موجوده، عشان انت ما كانش عندك شات قبل كده. تمام. وزي ما انتم شايفين فروم ميتا، من ميتا اللي هي شركه الفيسبوك، فهو خلاص ميتا استحوذت على مانوس. شكلهم اشتروا مانوس خلال الاسبوع اللي احنا فيه. مانوس بيعمل لنا ايه؟ مش هنستخدمه في الشات العادي، مش هنستخدمه في الديزاين، مش هنستخدمه في ان هو يعمل لي ملف اكسل، لا. مانوس هنستخدمه في في 3 حاجات رئيسيه. الحاجه الاولى يعني الديزاين، احنا قلنا هنستخدم شات جي بي تي لانه بقى قوي في الديزاين. مانوس هنستخدمه في ايه؟ لو انا عايز اعمل برزنتيشن، عارف ملف الباوربوينت اللي هو بيعمل السلايدر ده، الكاروسل ده، نقدر نستخدمه في ده، وبيعملها بشكل جميل. نقدر نستخدمه في ان انا ابني ويب سايت، هو افضل من كلود في الويب سايت. اقدر استخدمه في ان انا ابني موبايل ابلكيشن كامل. انت طبعا ما عندكش اي خلفيه في حياتك في البرمجه، ممكن تبني ابلكيشن في 5 دقائق، حرفيا في 5 دقائق من A to Z ابلكيشن جاهز تستخدمه. حتى الباك اند اللي هي الاكواد البرمجيه المعقده، هو بيبني لك كل ده. تمام. ده مانوس. مش عاوز طبعا هو للاسف النسخه المجانيه بتديك 300 كريدت بس، فللاسف حتى النسخه المدفوعه منه مش بتكون كفايه. يعني مانوس ما انصحكمش تشتركوا فيه غير لما يعدي عليك فتره كبيره قوي في استخدام الاي اي، تبدا تشترك في مانوس، لانه مش هتعرف تستفيد من الكريدت. هو يديك النسخه المدفوعه منه بكام؟ خليني اشوف. ب $20 بس، اتوقع بتديك 4000 كريدت. دي اشتركت فيها $17 في الشهر. ال 4000 كريدت دول خلصوا معايا في حاجتين عملتهم في 5 دقائق.
فبالنسبه لي مش كفايه. حتى لو رحت اشتركت في الباقه الاعلى ال 8000 مش كفايه بالنسبه لي. فما انصحكوش تشتركوا فيه دلوقتي خالص. بس هنقول لكم ممكن نستخدم ال 300 كريدت دول في ايه دلوقتي. خلينا نرجع بقى ونبني بروجكت كامل. نبني بروجكت كامل باستخدام شات جي بي تي وكلود ومانوس. على سبيل المثال البروجكت ده هيكون هو شركة السياحة اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب انا هقول لكلود ايه او لشات جي بي تي ايه؟ انا هقول له مثلا انا صاحب، تكلمه باللهجة العامية عادي جدا. انا صاحب شركة آه، انا صاحب شركة سياحة، وهتاخد نتائج ممتازة مبهرة. تمام، احنا بنتكلم بالعربي مفيش اي صعوبات حتى الان. انا صاحب شركة سياحة في مصر، وبركز على آه، الحج والعمرة. تمام، و بركز على الحج والعمرة، بستهدف القاهرة والجيزة فقط مثلا، يعني على سبيل المثال انا بدي مثال، كل واحد بحسب مشروعه يعني. وبستهدف القاهرة والجيزة فقط، وعندي والميزانية بتاعتي خلينا نقول 50,000 جنيه في الشهر للتسويق. تمام، مش عندي موقع إلكتروني، عندي فقط صفحة فيسبوك وحساب انستجرام، ومش بعرف أعمل إعلانات، ومش بعرف أعمل تصميمات، فقط بعرف أعمل أنزل بوستات عادي. طيب انا اديته نبذه. طبعا في حاجه اسمها برومبت، امر انك بتديله، بتقول له مثلا، اقول لكم البرومبت ده عباره عن ايه. بتقول له مثلا بدل ما بتكلمه بالطريقه اللي انا بكتبها دي، ممكن مثلا خلينا ناخد الكلام ده نحطه كده نحفظه في اي مكان على جنب، عشان ايه؟ بس نشرح ايه هو البرومبت عشان الناس ما تصدعكمش بالبرومبت ومش عارف ايه هو مهم طبعا، وبالنتيجه بتكون بتفرق. بس هقول لك ايه هو البرومبت. انت بتقول له مثلا البرومبت بيتكتب بالطريقه دي، وغالبا بتستخدمه مع الاي اي. برومبت ده امر بتستخدمه مع الاي اي عشان يطلع لك نتيجه افضل، يطلع لك النتيجه او الاوتبوت، المخرجات اللي هتطلع لك تطلع بشكل محترف. فبتقول له مثلا انت خلينا نقول مثلا خبير، بيتكتب كده انت خبير تسويق رقمي مثلا. تمام، يبقى انا عاوز اعمل خطه تسويق ماركتنج لشركه السياحه، فانا بقول له انت خبير تسويق رقمي. طيب لو انا مثلا بعمل بروجكت لمحاسبه، فانا مثلا بقول له مثلا انت خبير مثلا محاسبي، او انت متخصص، انا مش عارف انت متخصص مثلا او انت محاسب محترف، مهمتك انشاء تقارير حسابيه شهريه والى ذلك بقى. و... وعندي مثلا استخدم، فبدأ ده الرول الوظيفي اللي انا بقول له. ده اول حاجه بتدي له رول وظيفه، انت متخصص في الحسابات المحاسبه يعني. او مثلا انت دكتور متخصص في قسم الاسنان، او مثلا انت مهندس معماري لو انا عاوز منه رسومات معماريه. او ده البرومبت بيتكتب بالطريقه دي. تمام، ففي برومبت لايبراري او مكتبه برومبتات ممكن ابقى اشاركها معاكم. بس انا بقول لك انا بستخدمه بالطريقه دي والله، وباخد منه النتائج اللي انا عاوزها يعني. فخلينا نرجع نتكلم باللهجه العاميه بتاعتنا عشان الناس ما تتوهش يعني. خلينا ايه في البساطه، انا بحب البساطه. فانا هقول له ايه بعد ما قلت له انا صاحب شركه سياحه وعندي ودي تفاصيل شركه السياحه ومش بعرف اعمل اعلانات ولا حاجه. هقول له بقى انا عاوز تساعدني اعمل خطه لزياده حجوزات الحج والعمره، او الحج والعمره خلال 3 أشهر قادمة. وعاوز استخدم كمان مثلا كلود في تنفيذ البروجكت ده. تمام، فانا بقول له عاوز استخدم كلود
مع اني ممكن استخدم شات جي بي تي عادي واكمل بيه، بس انا عاوز استخدم كلود في البروجكت بتاع السياحه ده عشان اطلع منه نتائج افضل يعني. عاوز استخدم بروجكت واطلب فانا بقول له عاوز استخدم كلود. طيب ايه اللي كلود هيعمله؟ هيعمل لي مثلا خطه تسويق لمده 3 شهور. خطه تسويق لمده 3 شهور مثلا. ممكن نقول كفايه كده عشان ما نعقدش الامور. تمام. فانا هقول له مثلا اتكلم معايا ببساطة وبدون تعقيد وبشكل مختصر عشان افهم. انا بقول له اتكلم معايا ببساطة، ما تعقدليش الامور، بشكل مختصر عشان افهم انت بتقول لي ايه. تمام. وهبدأ اديله الامر واقول له اشتغل. انا كده اديت الامر لمين؟ لشات جي بي تي. طيب هيبدأ بقى يرد عليك. مش هنقرأ كل ده عشان الوقت يعني، السيشن ما تضيعش مننا في الفاضي. فبقول لي طيب اوكي ماشي، بعد الانبوت اللي انت دخلتها والمعلومات اللي انت دخلتها، الخطة ببساطة هدف الثلاث شهور: زيادة مثلا رسائل الواتساب والمكالمات، بناء ثقة قوية، زيادة حجوزات الحج والعمرة، وتجهيز عملاء للحج. طيب اهم نقطة ركزوا، انت مش محتاج موقع الكتروني. يبقى انا كده استفدت ايه؟ ان انا مش محتاج موقع الكتروني، مش محتاج مصمم، مش محتاج خبرة في الاعلانات عفوا. بيقول لي كلود هيعمل اغلب الشغل بدون الموظفين. عرفت ليه انا قلت له عاوز ابني البروجكت ده على كلود؟ لان كلود هيساعدني ان هو يعمل لي كل حاجه حتى لو انا ما عنديش اي اكسبيرينس. الشهر الاول بيقول لي نبني بشكل احترافي، نجيب اول ليدز، تطوير صفحات الحاليه، اعمل صوره بروفايل، لوجو واضح، صوره الغلاف، رحلات عمره، اسعار، واتساب، رقم واتساب عباره عن ثقه، خدمه عملاء الحج والعمره. كلود يكتب لك النصوص، كانفا يعمل لك التصميم تلقائي، استخدم كلود يوميا. تمام. ف ف ف تفاصيل التفاصيل. طيب انا هقول له دلوقتي بيقول لي ايه هنا؟ كيف تستخدم كلود فعليا؟ اكتب لي 10 بوستات افكار لشركه الحج والعمره. فبيقول لي تستخدم ازاي كلود يعني. شايف هو لو لما اداني قال لي استخدم كلود ازاي، ما ادانيش برومبت. ما ادانيش برومبت، قال لي اكتب لي. قال لي على طول روح كلم كلود كده وقول له اكتب لي 10 افكار بوستات لشركه حج وعمره في مصر تستهدف القاهره والجيزه. خلاص مفيش برومبت، وكلود هيفهم وهيديني. بس انا عاوز اعمل ايه؟ هقول له بقى ايه؟ هقول له ساعدني في بناء البروجكت على كلود. او خلينا مثلا الاول نروح نعمل البروجكت على، احنا اوريدي عملنا البروجكت على كلود. رحنا هنا عملنا شركه سياحه، عملنا بروجكت نيم، ضغطنا على كلمه بروجكت وضغطنا على نيو بروجكت وحطينا الاسم وقلنا شركه سياحه. لو انت مثلا شغال مدير عياده، مدير مستشفى، انت شغال دكتور، مهندس، اكتب اسم المشروع بتاعك. يعني مثلا انا عامل بروجكت لكورس اعلانات جوجل، فكاتب فيه مثلا كورس اعلانات جوجل. يبقى كل حاجه خاصه بكورس اعلانات جوجل هتكون في البروجكت ده. طيب خلينا نرجع بقى للبروجكت اللي احنا عملناه بتاع شركه السياحه. هنفتحه ونبدا نقول آه انا هقول له اكتب لي المخرجات اللي انت اقترحتها دي على شكل instruction اضيفها داخل المشروع في كلود. فانا عاوز ايه؟ عاوز اخد الخطة دي كلها، تمام، اللي هو شات جي بي تي عملها لي، وهبدا احطها في كلود هنا في الانستراكشنز، بحيث ان كلود لما ابدا اشتغل معاه يبقى عارف انا ايه الخطه بتاعتي. انا ممكن اصلا اطلب من كلود يعمل لي البلان دي والخطه دي، بس كلود هياخد وقت وهيعمقها، يعني هتبقى شيء معقده. مش معقده، هتبقى افضل، خطه افضل من بتاعه شات جي بي تي بكتير، تفاصيل اكتر. آه بس انا عاوز بس مجرد السيشن دي تعليميه يعني، فانت بعد كده تقدر بقى تخلي كلود هو يعمل لك البلان يعني. تمام. فانا دلوقتي عاوزه يديني الخطه دي على شكل انستراكشنز، تعليمات، اخدها اديها لمين؟ اخدها اديها لكلود، احطها له هنا. طيب هنا الانستراكشن بيكتبها لي بالانجلش، مش مشكله، انت مش مطلوب منك تقرا. لو انت شايف الانستراكشنز اللي هو آه اللي انا هديها لكلود عباره عن ايه؟ يو ار سينيور ديجيتال ماركتنج استراتيجي. مش انا قلت لكم البرومبت بيبدا كده؟ انت خبير تسويق رقمي، انت خبير محاسبي، انت سي او،
انت مدير عياده، انت موظف، ايا كان بقى التخصص اللي انت جرافيك ديزاينر، انت مطور مواقع، ايا كان على حسب الامر اللي هتديه. تمام. البيزنس انفورميشن، حجم الشركه قصدي الشركه ما عندهاش ويب سايت، هنا بالانجلش بيقول له الشركه مش عندها موقع الكتروني. الشركه عندها فيسبوك وانستجرام وحساب واتساب ورقم واتساب. الجول، الهدف ان انا ازيد الحج والعمره، حجوزات الحج والعمره. كل ده بالانجلش، انت مش محتاج تقراه ولا تفهمه انت بس محتاج تاخده كوبي وتروح تحطه في كلود، خلص الموضوع. بس هو بيكتبه بالانجلش ليه؟ خلاص انا ممكن اقول له اكتبه بالعربي عادي. فانا اخدته كوبي من هنا، من علامه بتاع الاثنين دول اللي شايفين هو طويل، او ممكن اخده من تحت او من فوق براحتكم يعني. خدته كوبي وهروح في كلود في البروجكت بتاع السياحه، واروح اضيف على انستراكشن اد هنا، واضيف ال خلاص. واعمل سيف. خلاص انا عندي التعليمات بتاعت كلود. كلود دلوقتي يا جماعه موظف عندي، موظف عندي، اي حاجه هطلبها هيعملها بكل سهوله، وبدون مش هتقعد بقى تقول له طبعا انا لازم احذف الصوره دي لانه هيبدا يستخدمها في البروجكت ده، اللي هي صوره عشوائيه اصلا. بس لو انا عندي لوجو او اي حاجه خاصه بشركه السياحه اقدر اضيفها في الفايلز هنا. تمام. طيب خلينا نبدا بقى مع شات جي بي تي، واقول له آه، او مع كلود هقول له عليا مثلا ابني مثلا براند، لا ابني ايه، عاوز اخليه يبني اللوجو والحاجات دي، مش نسيت الاسم بتاعها. ساعدني مثلا، خلينا على ساعدني في بناء الهوية البصرية للشركة. احنا ما حطيناش للشركة اسم، آه، مش لازم نحط اسم، احنا بنعمل تجربة سريعة. فساعدني في بناء الهوية البصرية للشركة باختصار. انا عاوز اختصر كل حاجة عشان الوقت. تمام. فانا دلوقتي عاوزه يعمل لي لوجو ويقول لي الفونت اللي هستخدمه في التصميمات وما اعرفش ايه. تمام. واعمل انتر، هيبدأ يديني اقتراحات للوجو اللي انا ممكن اعمله. الهوية البصرية، اسم الشركة، كلمة او كلمتين، اديني او سفر الطابع سهل الحفظ، ما اعرفش ايه اللون. فهنا بيقترح عليا ازاي ابني البراند بتاعي. تمام. طيب انا هقول له بقى بعد ما اداني الاقتراحات دي، هقول له اكتب لي امر لشات جي بي تي عشان يصمم اللوجو ده. انا لازم اديله اسم شركة، اسم الشركة الاخلاص للسياحة مثلا، يعني عشان بس ايه. فانا بقول له اديني امر اللي هو البرومبت عشان اديه لشات جي بي تي يبدا يصمم لي اللوجو ده. تمام. طيب ده الامر اللي انا هاخده واروح اكتبه واديه لشات جي بي تي، وهيديني آه وهيديني اللوجو بتاعي. تمام. هاخد الامر كده هنسخه وهروح لشات جي بي تي وهحط الامر اللي هو اداهوني واقول له يلا انتر. دلوقتي شات جي بي تي هيعمل ايه؟ هيبدا يصمم لي اللوجو بتاعي. يبقى احنا كده فهمنا ان انا هبدا استخدم شات كلود، يديني امر، استخدم اخلي شات جي بي تي يطلع لي اللوجو بتاعي لحد ما يخلص. خليني اقول لكلود مثلا عاوزه ابني. طبعا ممكن تخلي شايفين انا لما عملت بروجكت وعملت شات واديته امر قلت له ابني الهويه البصريه، عمل لي شات هنا تحت البروجكت. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ يبقى الشات ده في جوه البروجكت ده خاص بايه؟ بالتصميمات، بالهويه البصريه. ممكن اعمل شات جديد واخليه خاص بالخطه الاعلانيه، فيبقى الشات ده خاص بالخطه الاعلانيه. لما اجي اعدل فيها ادخل فيه، مش كل شويه اقعد اعمل يعني يعني ما اقعدش افضل استخدم نفس الشات فتره طويله. بيتقل الشات وبيستهلك الكريدت اكتر، وهتبقى الموضوع بالنسبه لك معقد مش واضح. انما لما انا اروح دلوقتي ممكن اروح على الشات ده اسميه على الثلاث نقط دول، اضغط عليهم واقول له رينيم، اعاده تسميه. ومثلا ده الهويه البصريه هسميه كده الهويه البصريه. خلاص هعمل شات جديد وهقول له ابني خطه اعلانات بالتفصيل في ملف اكسل على ميتا.
لازم ملف الاكسل يكون سهل الفهم ومرتب وباللغه العربيه، مش هزعلك، وباللغه العربيه. تمام. دلوقتي هيعمل لي ايه؟ انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه في الاعلانات، دلوقتي كلود هيعمل لك خطه اعلانات، حملات اعلانيه جاهزه. او ممكن كمان اقول له اكتب لي افكار الاعلانات والتصميمات والجمهور المستهدف و احلم، واديله الامر وهتاخد نتيجه ممتازه. فدلوقتي بقول له اعمل لي، لو انا عاوز اعمل اعلان قول لي بقى افكار الاعلان والتصميمات والجمهور اللي هستهدفه او الاودينس ايا كان. خلاص، وهبدا اديله الامر. ده كل ده داخل البروجكت او مشروع بتاع شركه السياحه. تمام. ممكن اروح هنا على الشات، اسم الشات اخليه ايه؟ اسميه مثلا خطه تسويق، زي ما سميت التاني هويه بصريه، خطه تسويق. تمام. لحد ما يخلص خلينا نروح لشات جي بي تي نشوف اللوجو ايه اللي حصل فيه. ده اللوجو خلص اهو، بس محتاج ابلود الاخلاص للسياحه والحج والعمره. طيب نفترض ان هو خلاص انا اقتنعت بيه، انا راضي وهعمل له سيف عندي على الديسكتوب، وهقول مثلا شركه الاخلاص للسياحه، وهعمل كرييت كده للفولدر وهعمل سيف، وكده سيفت اللوجو بتاعي. ممكن بقى اروح اعمل ايه؟ اروح في كلود، ارجع مش عاوز ارجع وهو بيشغال على البروجكت ده، انا عارف ان هو عادي، بس خليني برضو ايه من باب التاكد هفتح نفس البروجكت بس في نيو تاب، صفحه جديده. اهي شركه سياحه البروجكت بتاعنا اهو، وهدوس على فايلز وهبدا اضيف اللوجو اللي ايه شات جي بي تي عمله لي، عشان يبدا يستخدم اللوجو ده في ايه، في افكاره. هيستخدم الفونت والالوان، مع ان هو اللي مقترح اصلا الفونت والالوان. بس لو عملت مثلا عرض سعر، كوتيشن، عرض سعر للزبون، فالعرض السعر ده لازم يكون فيه اسم الشركه ورقم التليفون والايميل والعنوان واللوجو وكده، صح؟ فانا عاوز اضيف له اللوجو لانه خلاص بقى اللوجو بقى اوريدي معايا. فخليني اروح على هنا وهضيف اللوجو. شركه لسه طبعا زي ما قلت لكم كلود، شايفين هو لسه ده كل ده بيعمل الخطه وبياخد وقت، بياخد وقت لحد ما يخلص. خليني اشرح لكم كام حاجه. في اكتر من موديل للشات، زي ما شات جي بي تي في اكتر من موديل هنا في الشات. لما نضغط على نروح على شات ونضغط على كلمه، على السهم اللي نازل تحت ده، وهنلاقي في اكتر من فيرجن او اكتر من اصدار جديد في الشات. كل شات كل ما يعني 5.2 ده اقل، 0.3 ده اعلى، 0.4 اعلى في التفكير في الجوده، وبيستهلك رصيد اعلى. تمام. مش محتاج ادخل في تفاصيل، انت ممكن تقول للشات جي بي تي قول لي الفرق بين كل المودلز اللي عندك واستخدم ايه. تمام، عشان بس ما نحرقش وقت كتير. نرجع لكلود نفسه برضو الموضوع. لو دخلنا على السهم اللي نازل تحت ده ضغطنا عليه، عندي اكتر من موديل. اقل حاجه اللي هو الاوبس ده، اوبس 3 ده اقل حاجه اتوقع يعني. لا مش اقل حاجه، عفوا، اقل حاجه الهيكيو او الهيكو ده اقل حاجه. ده بتاع الشات اللي هو زي شات جي بي تي، تديله امر او تساله يرد عليك بسرعه. تمام، وبيستهلك رصيد اقل. اللي اعلى منه شويه سونيت 0.45، ده اعلى من هيكو شويه. بيفكر شويه اكتر منه. اللي اعلى منه الاوبس 3، واللي اعلى منه الاوبس 4.6، واللي اعلى خالص 4. ده اعلى حاجه كلود عملها، وده رهيب 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 يعني. بس خلص الكريدت بسرعه جدا. انت تعمل ايه لو انت مشترك؟ اعمل ايه؟ استخدم ده الهيكو ده في الشات بشكل يومي، اسئله سريعه. لو عايز تعمل مثلا ملف اكسل او ملف وورد او غيره، تروح تستخدم مثلا الاوبس ده 4.6. لو هتعمل مثلا ملف اكسل خطه تحليل كده، عاوز بقى حاجه دقيقه جدا ومعقده وبتطلع بجوده عاليه، استخدم اعلى حاجه الاوبس 4.7. تمام. طيب يبقى احنا شرحنا المودلز الموجوده في، لحد برضو ما يخلص ولسه ما خلص. انا اروح على الحساب بتاعي وهبدا اشرح نقطه مهمه جدا في موجوده في كلود. تمام. احنا لحد دلوقتي ما رحناش لمانوس. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنستخدم شات جي بي تي يساعدنا في استخدام الكلود. انا ممكن اطلب من شات جي بي تي اي ديزاين، ممكن اقول له اعمل لي، يعني على سبيل المثال مثلا هو دلوقتي عمل لوجو. تمام.
اعمل لي استخدم، هقول له مثلا اعمل لوجو لصفحه الفيسبوك، عاوز اعمل كفر مثلا اللي هو البانر اللي بيكون فوق ده لصفحه الفيسبوك، اقول له مثلا اعمل استخدم نفس الالوان واللوجو وصمم بانر لصفحه الفيسبوك. هو عارف المقاس وعارف كل حاجه ويبدا بيصمم. طيب لحد ما يصمم خلينا نرجع لكلود. انا قلت لكم ان في حاجه اسمها سكيلز، ودي حاجه ادفانسد شويه. هنروح على الحساب بتاعنا موجود هنا تحت، لو انت بالعربي هيكون موجود تحت على اليمين، موجود عندي على الشمال تحت فهد مجدي، واروح على كلمه سيتنج، وهبدا ان انا اضيف حاجات بقى. يعني على سبيل المثال انستراكشنز في الكلود هنا في اول حاجه بعد ما ضفت على فهد مجدي ودخلت على السيتنج، جاب لي اللوحه دي او لوحه التحكم دي او الشاشه دي. اول حاجه فيها الجنرال اللي هو اسمك، عاوز كلود يناديك يقول لك ايه، تخصصك ايه. انا مختار ماركتنج، في ناس ديزاين، في ناس فاينانشال او بتاع محاسبه، بروجكت مانجمنت، هيومن ريسورس، اتش ار، حسب بقى تخصصك. انا مختار ماركتنج، انا راجل بتاع ماركتنج. طيب هنا بتقول له ايه، انت ممكن تقول له هنا آه انا بحب ايه كفهد بقى، مش كبروجكت ده، ككلود بشكل عام. انا تخصصي ايه وبحب طريقتك معايا تكون عامله ازاي، ودايما لما اطلب منك كذا حاول طريقتك معايا تكون بالطريقه دي. فدي انستراكشن لكلود عنك انت. وهنا بعض الاعدادات بقى للشكل الداشبورد والفونت ومعرفش ايه. آه في حاجه اسمها سكيلز، خليني بس اروح على الكاستمايز. اتوقع اهي في اللوحه اللي هي موجوده على اليمين دي، على الشمال دي عفوا، في حاجه اسمها كاستمايز. تمام، هندوس عليها. كاستمايز بالعربي اتوقع يعني تخصيصات، تخصيص، حاجه بتخصص حاجه لنفسك. تمام، في اتنين كونكتورز وسكيلز. ايه هي السكيلز وايه هي الكونكتورز؟ خلينا نشرح الكونكتورز الاول لانها اسهل شويه. الكونكتورز يعني انا عندي مثلا الجيميل، كلنا عارفين الجيميل اللي بنبعت منه ايميل، عاوز اربطه بكلود. عشان ابدا اقول لكلود ادخل على الجيميل اعمل لي فلتر للايميلات، اعمل ديليت للسبام، شوف الايميلات الترويجيه واعمل ان سبسكرايب، ما تشتركش منها. ممكن يبعت لك ايميل جديد تقول له اكتب لي مثلا ايميل للاتش ار كذا او للصديقي في شركه كذا، وده ايميله، قول له 1 2 3 في الايميل. فبالتالي ده الكونكتور. ممكن اربط بالاكسل، ممكن اربطه باعلانات الفيسبوك بقى بالشغل الاعمق، بالميتا، باعلانات جوجل. ممكن اربطه خلينا نضغط على كونكتورز ونشوف. هضغط على كلمه كونكتورز على الشمال وهيبدا يجيب لي الكونكتورز اللي عندي هنا. انت مش هيكون عندك حاجه، انت ممكن تربطه برضو بكانفا باي ذا واي. مش هيكون عندك حاجه هنا في الشمال، انت هتروح تضغط على كلمه زائد هنا بحيث انك تبدا تضيف بقى كونكتور جديد. تمام، طيب براوس كونكتور، بعد ما تضغط على كلمه على علامه الزائد براوس، نضغط على كلمه براوس كونكتور ان انا عاوز اشوف الكونكتورز المتوفره، لان مش كل حاجه متوفره طبعا. هي دي البرامج بس اللي موفرها شات جي بي تي. انت متخيل ان عمال سكرول تحت كده برامج كتيره نقدر نربطها بكلود، وكلود يبدا يستخدمها اوتوماتيك. يعني على سبيل المثال انت راجل كنت شغال مثلا في كانفا، كلود ممكن يساعد كانفا ان هو يبني لك ديزاين بسرعه. شوبيفاي لو انت عندك متجر على الشوبيفاي بتبيع عنه منتجات، كلود يقدر يدخل يتحكم في الابلكيشن ده او في الموقع الالكتروني بتاعك ده او في الستور ده. الجوجل كاليندر عندك، الجوجل درايف عندك، سبوتيفاي عندك، الهاب، يعني حاجات كتير. طبعا دي حاجات بنسبه كبيره بتاعت الناس بتوع الماركتينج. تمام، ف خلينا مثلا انا رابط الجيميل. لو انت عاوز تربط اي ابلكيشن قدامك من اللي انت شايفه ممكن تروح على مثلا شوبيفاي وعاوز تضيفه تربطه بكلود، تروح على علامه الزائد تدوس عليه وهيبدا يقول لك طيب انا بربطه اهو. فتح لي صفحه جديده عشان افتح حسابي على الشوبيفاي. اقول له مثلا ده الايميل بتاعي، يلا اعمل كونتينيو. هو فتح لي الصفحه دي تلقائي يا جماعه، وادي الباسورد بتاعي بتاع الايميل بتاعي على الشوبيفاي. هعمل لوجن وطلب مني كود بقى يبعتوا لي على الجيميل. مش مشكله، خليني افتحهم برضو مش مشكله. اهو الشوبيفاي بعت لي الكود وهعمل لوجن وبيقول لي باس كي ريكومندد، مش عاوز، خلينا جو تو سكيورتي كونفيرم. في حد هيدخل في نهاية السيشن، مش عارف يمكن التوقيت عندهم
يمكن التوقيت عندهم متأخر شوية، مش عارف، او فهموا ان السيشن عموما يعني. فخلاص انا ربطت كده الشوبيفاي، ربطت الشوبيفاي بكلود. فين هو؟ خليني اروح على، طب هو كده اتوقع خلص خطة التسويق. خليني افتحها واشوف. ما خلصهاش، ما خلصهاش عشان انا طلعت للاسف. آه، خليني ارجع بكلود بالصفحة دي واشوف البروجكت والخطة التسويقية. فين يا عمي؟ ليه ما خلصتهاش؟ انت لسه شغال ولا واقف كده عطل؟ لسه بيفكر. بس عشان انا قفلت الويندو، انا غلطت وقفلت الويندو. طيب هنا شات جي بي تي البرنس خلص الديزاين، اللي هو يعني بصراحة مالتي بروفيشنال. ما فيش حد يعني كان يتوقع ان ممكن انسان ما يفهمش اي حاجه في الجرافيك ديزاين زيي، ما يفهمش اي حاجه في التصميمات، اعمل ده بتكه. فخلاص شات جي بي تي تفوق على النانو بنانا بمراحل، تفوق على كلود في الديزاين، بقى اقوى اداه اي اي في الديزاين للناس العاديه بقى هو شات جي بي تي في الوقت الحالي. طبعا في اقوى منه بس بنستخدمه بطريقه اصعب شويه. فانا هعمل له داونلود وابدا اروح بقى لصفحه الفيسبوك بتاعتي واعدل بقى. تمام. طيب نرجع لعم كلود اللي لسه ما خلصش آه، ال البروجكت. طيب خلينا نقول لكلود مثلا برضو بنقفل الويندو برضو. خلينا فتحنا كلود اهو لحد ما يخلص الخطه التسويقيه بتاعته. خلينا اروح اقول لكلود بقى عاوزين نبقى نستخدم ايه يا جماعه؟ نستخدم مانوس. انا عاوز مثلا مش هبني ويب سايت بس انا عاوز اوريك هو احنا ممكن نستخدم مانوس في ايه. عارف مانوس ده ممكن تعمل عليه ايه؟ مانوس ده ممكن تبني عليه داشبورد تفاعليه. يعني لو انت مدير عاوز تعمل تقارير، تشوف المبيعات اخر شهر في الحجوزات اللي جات لك اخر شهر، تشوف الجماعه بتوع الماركتينج الارقام اللي عملوها ورسائل الواتساب، تشوف الجماعه بتوع المحاسبه الحاجات اللي عملوها لاخر الشهر، تبدا ترفع كل ده في الداشبورد وتستخدم مانوس على انها داشبورد تفاعليه بدون ما تصرف اي حاجه. طبعا ده حاجه ادفانسد مش هنشرحها في الموضوع ده، بس خلينا نستخدم كلود. فانا هقول له آه، اطلب امر او اكتب امر لمانوس عشان يصمم صفحه هبوط. مع ان احنا في البروجكت ده قلنا مش هنعمل موقع الكتروني، بس انا عاوز اوريكم ازاي نستخدم مانوس نعمل صفحه هبوط مختصره وسريعه جدا، عشان عندنا 300 كريدت بس ممكن ما يكفوش اصلا ل استخدمها في الاعلانات. طبعا المفروض بقى نكتب له تفاصيل الويب سايت او صفحه الهبوط دي بس عشان ننجز في الوقت. فانا ممكن تديله تفاصيل اكتر بقى، تقول له مثلا ممكن تعمل اوفر للحج والعمره خلال شهر كده يعني. فهو دلوقتي بيكتب الامر، انا هاخده كوبي بعد ما يخلص واروح لمانوس على طول اديله هنا ويبدا يشتغل مانوس. طيب لحد ما يخلص خلينا نتكلم على كام نقطه في مانوس. باي ذا واي احنا نسينا نتكلم عن السكيلز في كلود، هنرجع لها تاني. دلوقتي عندنا مانوس في نقطة عملها جديدة بما ان الميتا اشتروا مانوس، فانت تقدر تربط لو رحنا هنا برضو في كونكتورز نفس كلود، هنقطع على علامة الزائد ونروح على الكونكتورز. فين؟ ايوه هي دي. هندوس على علامة انا عاوز الغي دي او اد كونكتورز. ماشي. دوست على علامة الانستجرام هنا لان خلينا افتحه من حساب تاني عشان مش عاوز الغي مش عاوز الغي مانوس اهو. هنا لون الخلفيه او لون الداشبورد ابيض واسود. شايف كلمه كونكت اب هنا؟ هي هناك اللي هي علامه الانستجرام. ممكن اروح الغيها عادي واقفلها كده وتظهر لي العلامه دي اللي هي علامه شكلها فيشه كده او بتاع بتدخل في الكهرباء. كونكت اب، وابدا اربط اي ابلكيشن برضو بمانوس نفسه زي كلود، وابدا اديله امر ان هو يبعت لي ايميل، ينزل بوست على الانستجرام ودي حاجه جديده، ينزل يعمل اعلان او عفوا يقرا لك اعلانات على الفيسبوك بتاعك ويساعدك ويقول لك الاعلان اللي انت عملته ده كويس والاعلان ده وحش، بدون ما تكون انت فاهم اي حاجه في الماركتنج يعني.
فبندوس على علامه الكونكتورز هنا، وبعد كده ننزل تحت نضغط على كلمه اد كونكتورز، ونروح هنا بيدينا دي الابلكيشن او المواقع اللي احنا ممكن نربطها بمانوس. نفس اتوقع شات جي بي تي، الجيميل والجوجل درايف بس شات جي بي تي ما فيهوش ربط الانستجرام والادز مانجر بشكل مباشر، لازم يكون في وسيط في النص زي ان وحاجات كده يعني. انما مانوس عنده بس الاثنين دول، انستجرام والفيسبوك ادز مانجر، نربطهم دايركت، ولا انا اوريدي ضربتهم. ابدا بقى ممكن اقول له مثلا حساب الانستجرام بتاعي، خلينا ندي كمثال مثلا هستخدم الانستجرام. طبعا بنربطه ازاي؟ بنروح على اد كونكتورز ونبدا نختار الابلكيشن اللي انا هربطه، مثلا نوشن ده هدوس عليه واقول له كونكت، هيبدا يربطه بنوشن. تمام. طيب انا عاوز استخدم الانستجرام، عاوز استخدم مانوس في الانستجرام. انا ربطت الانستجرام، دخلت على اد كونكتور وعملت سيرش على الانستجرام، لقيته وضغطت عليه وعملت كونكت. هو اوريدي معمول له كونكت، فانا مش هعرف اعمل كونكت تاني. طيب انا ممكن ادوس هنا واختار الانستجرام وافعلها واقول له مثلا اعمل تحليل، بس عشان الكريدت دي مجرد ما ادي الامر ده هيخلص. اعمل تحليل سريع لحساب الانستجرام بتاعي، وقول لي ايه نقاط الضعف وايه الفرص عشان ازود المتابعين. طبعا انا عامل تسجيل دخول بقى بالانستجرام اوريدي، وفي نفس الوقت عندي 300 كريدت كل يوم، ليا 300 كريدت، اي حد فينا ليه 300 كريدت كل يوم. فانا لو اديته الامر ده مش هنعرف نعمل صفحه الهبوط اللي احنا بنجهز لها. خلينا نجرب مع بعض. طيب انا دلوقتي كلود خلص الخطه بتاعتي، بعد خطه الاعلانات اللي انا طلبتها منه خلصها، وادي ملف الاكسل اهو. لما ضغطت عليه اهو فتح ملف الاكسل هنا في الجنب اهو. تمام. اقدر اعمل له تحميل، او اقدر ادوس هنا على كلمه علامه الدرايف هيرفعه لي فوق هنا، ويبقى في اهو ضغطت عليه هيظهره لي في الجوجل درايف بتاعي. طيب ادي الخطه اهو. هنا خلينا نفتحه هنا. خطه اعلانات ميتا شركه الاخلاص للسياحه، ولا احسن شركه تسويق. الأولوية، وبيقول لي المؤشرات المستهدفة، توزيع الميزانية الشهرية، التفاصيل يعني موضوع. خلينا نروح على ده ملخص، خلينا نروح على الحملات الإعلانية اللي هو عملها. بيقول لي أول حملة، اسم الحملة، عمرة الإخلاص، رسائل واتساب، تختار الهدف رسائل، تدخل كده تعمل كرييت اد رسائل واتساب، تختار نوع الإعلان صور أو كاروسل، ونبدأ الميزانية تحطها 600 جنيه في اليوم، المدة 30 يوم. إجمالي الميزانية 18000 جنيه، هيظهر على الفيسبوك والانستجرام. الأولوية البريوريتي أعلى حاجة، لأن هو شايف إن ده حاجة، خلينا نفتحه هنا، دي شايف إن ده أهم حاجة لازم نبدأ بيها. الأولوية بتاعة الحملة دي أعلى، ثم المتوسط. طيب فانت ممكن تدخل على الفيسبوك ادز مانجر او حساب اعلانات الفيسبوك وتبدا تعمل الحمله دي وتتبع. طيب هل كده بس؟ لا، ده جايب لي كمان افكار الاعلانات هنا والنصوص بتاع كل حمله. هنا حمله الاولى اللي هو اول فكره اعلان، نوع الاعلان صوره واحده، عمره، واتساب، مش لازم حتى الكلام اللي هتكتبه مش لازم تتعب، عمرتك من القاهره على طول، رحلات عمره من القاهره والجيزه باسعار منافسه وخدمات راقيه، تاشيرات زائد طيران زائد فنادق زائد مواصلات، مندوب شخصي معاك طول الرحله، مجموعه صغيره وخاصه. هتاخد كوبي بيست تحطه في الاعلان. الكول تو اكشن، ابعت لنا رساله واتساب. الكول تو اكشن اللي هو الكليك، يعني اللي هو الناس ارسل رساله، اتصل بنا، احجز الان، ده الكول تو اكشن. الملاحظات، اعمل اي بي تيست، اعمل اختبار. طبعا دي حاجات بقى بتاع جماعه الماركتنج يفهموها اكتر، بس انا عاوز اقول لك ان هو ادالك حتى الجمهور. بيقول لك هتستهدف الجمهور ازاي؟ بيقول لك هتستهدف الجمهور، الموقع القاهره والجيزه فقط، نطاق 40 كيلو متر، العمر من 28 ل 60 سنه، اللغه العربيه. التفاصيل يعني عشان بس ايه ما نضيعش وقت. فكده خلصنا الخطه، نبدا نشتغل يعني نعمل اعلانات دلوقتي عادي. وده الامر اللي هنديه لمانوس بتاع فاكرين بتاع صفحه الهبوط. اقدر اخده كوبي واروح لمانوس، بس انا عاوز اعمل ده، عاوز اعمل تحليل سريع لحساب الانستجرام. بس مش مشكله، خلينا نلغي ده ونعمل صفحه الهبوط، مش مشكله اهو. تمام. انا هقول لي كده، اخدت الامر اللي كلود عمله بتاع صفحه الهبوط وراح اديه لمانوس واقول له يلا اشتغل اعمل لي صفحه الهبوط. خليني اقول نقطه سريعه، الفرق بين مانوس وكلود.
مانوس كلود عباره عن ايجنت، اي ايجنت، بتدي له امر بيفكر ويخطط ويرد عليك. وشات جي بي تي كل معظم الاي اي تولز عباره عن اي اي ايجنت، بتساله بيفكر ويرد عليك. تمام. مانوس لا، مانوس عباره عن اي اي ايجنت بيتحكم في اي ايجنتس تحتيه، بيتحكم فيهم تلقائي من نفسه، هو السيستم كده، هو مبني كده. فلما بيبدا يبني ويب سايت هتلاقيه بيبدا يستخدم اكتر من ايجنت او اكتر من اداه ذكاء اصطناعي تحت ايجنت، تحت مانوس. يعني بيبدا يستخدم المبرمج، عنده مبرمج خاص بيه عباره عن ذكاء اصطناعي يبدا يعمل له الباك اند. بعد كده يبدا يستخدم جرافيك ديزاين، واحد بتاع تصميمات برضو ذكاء اصطناعي تحت مانوس، وبعد كده يقول له اعمل لي التصميم. كده يبدا يستخدم واحد كونتنت كرييشن، واحد بتاع كونتنت محتوى. ده مانوس، بس هو بيعمل كل ده لوحده، انت مش يعني انت بتدي له الامر وخلاص. تمام. طيب نرجع لموضوع السكيلز لحد ما مانوس ما يخلص صفحه الهبوط، واللي اتوقع مش هيخلصها، ان خلاص الكريدت اتوقع خلص. خلينا نجرب ونشوف ان شاء الله تخلص يعني. قلت لكم ان في حاجه اسمها سكيلز في ال في كلود، ودي مهمه جدا، بس يعني هي مش سهله، نقطه مش سهله. هنروح على الكاستمايز، وقلنا في الكونكتورز، وشرحنا ان احنا نقدر نربطه باي جيميل، او ان احنا نضيف سكيلز. السكيلز دي عباره عن ايه؟ ان انا بقول له لما ضفت على كلمه سكيلز ظهر لي الشاشه دي. تمام. ممكن اروح اضيف على سكيلز جديده، وكرييت سكيل، شات ويز كلود، او ابلود، او رايت. تمام. انا هقول له رايت اللي في النص دي، او ممكن تخلي كلود هقول له مثلا ايه، آه، افكار. انت ممكن تستخدم شات جي بي تي عشان ينجز لك. هقول له مثلا عاوز ابني. انا هستخدم شات جي بي تي دلوقتي، انا قلت لكم شات جي بي تي هو الدليل بتاعنا اللي بيعلمنا ازاي نستخدم باقي ادوات الاي اي. عاوز ابني سكيلز انستراكشنز على كلود. انا عارف النقطه دي معقده، ممكن تبقى لمعظم الناس معقده بس خلينا، انا قلت اشرحها يعني بشكل يمكن تفيد بعض الناس. ابني على كلود متخصصه، او تخليه يكتب لي اعلان على الفيسبوك بدون حشو كتير، ويحط كول تو اكشن في كل مرة، ويكتب كابشن، ويكتب هاشتاج مثلا. تمام. فهو كده يبدأ بيعمل لي سكيلز، تعليمات لكلود ابدا احطها هنا عشان يخليني كل ما اروح اقول لكلود اعمل لي تصميم في البروجكت بتاع السياحه ده، او ايا كان بقى بروجكت السياحه او غيره، اكتب لي بوست على الفيسبوك. خلاص لو اديته الانستراكشن ده في السكيلز دي هيطلع لي بالتعليمات اللي انا كاتبها يعني. طبعا انا مش هضيفها عشان ما بوظش الاكونت بتاعي، بس انا قلت لكم التعليمات. انا ممكن اروح اضيف على الانستراكشن هنا، واعمل مثلا فيسبوك بوست او فيسبوك بوست. خلاص. او ممكن اكتبها بالانجلش، فيسبوك بوست. خلاص. واعمل سيف او كرييت الديسكريبشن. create a weekly status report relation when you ask it upgrade generate weekly إنشاء تصميمات أسبوعية للفيسبوك. تمام. وأبدأ أعمل خلاص كرييت. أنا قلت له اسم السكيلز إيه، في اسمها فيسبوك بوست، والهدف إنشاء تصميمات أسبوعية للفيسبوك، ودي الانستراكشن بتاعت طريقة التصميم اللي هو شات جي بي تي عملها. وأعمل كرييت. خلاص اتحفظت عندي، كل ما أجي أعمل تصميم ممكن أستخدم السكيلز دي وخلاص. أنا حبيت بس أوضحها، أنا عارف إن هي شوية معقدة ورخمة، بس حبيت أوضحها يعني. عم مانوس عمل إيه؟ شغال ولا خلاص؟
خلص. يا سلام. الإخلاص للسياحة، سافر للعمرة بأمان وراحة. حتى عمل لحن اسمه ايه، بيقول عليه ايه في الشعر، نسيت. عموما يعني قافية سافر للعمرة بأمان وراحة تامة مع الإخلاص للسياحة. عجبتني بصراحة. باقة عمرة مميزة من القاهرة والجيزة، حج سريع وسهل. احجز دلوقتي. حاجة يعني ممتازة، يعني حاجة ممتازة ممتازة. ليه تختار الإخلاص؟ خبرة أكتر من 10 سنين، أسعار تنافسية، باقات. ممتاز ممتاز، رائع، جميل بصراحة يعني. مش هتلاقي أحسن من كده بصراحة. أنا جميلة. عملتها بحساب مش مشترك فيه، فري، وعملت ويب سايت زي ده. فلا ممتاز. طبعا بقى ممكن ابدا اخد الويب سايت ده واحطه على الهوست بتاعي او السيرفر، ودي نسخه خطوه شويه معقده بالنسبه لكم، بس خلاص هو كده خلص صفحه الويب سايت بتاع شركه السياحه. تمام. عرفنا ازاي ممكن نعمل صفحه هبوط. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنستخدم شات جي بي تي يساعدنا في ان احنا نستخدم كلود. كلود هو المعلم، هو اللي بيطلع الخطه، هو اللي بيبني الاستراتيجيه، هو اللي بيعمل الاعلانات، هو اللي بيعمل كل حاجه. ومانوس بيساعدنا في تصميم برزنتيشن، عرض سعر، كوتيشن منظم، بروفايل للشركه. عاوز اعمل بروفايل للشركه واقول دي الشركات اللي انا متعاقد معاها، دي شركات الطيران اللي انا بتعاقد معاها، عدد العملاء اللي طلع لهم عمره قبل كده، تفاصيل شركتنا. ده البروفايل بتاع الشركه. ممكن نستخدم مانوس في ان هو يعمله لي. ممكن نعمله في الويب سايت. كده خلصنا مانوس يعني. ده معظم الاستخدامات كمبتدئين في السيشن يعني. كده بنسبه كبيره مش محتاجين حاجه تاني من مانوس. نرجع لكلود ونقدر بقى ان نعمل افكار تانية. اكتب لي مثلا مثلا هنعمل شات جديد، هنقول له مثلا اكتب لي 10 بوستات للفيسبوك. طيب هل انا قلت له اكتب لي 10 بوستات للفيسبوك، قلت له لشركة سياحة واسم شركة السياحة ايه؟ ما قلتلوش. ليه؟ ان انا بدي امر جوه البروجكت بتاع شركة السياحة اوريدي. فانا عملت اكتب لي 10 بوستات للفيسبوك. يعني ايه نوعهم؟ مفيش. انا بس اديته 10 بوستات للفيسبوك، هيبدا جوه البروجكت يديني 10 بوستات مبدعين. تمام. اه. الاخلاص للسياحه 10 بوستات. عرف منين ان هو الاخلاص للسياحه؟ هو لان الموضوع جوه البروجكت. آه طيب خلصنا مش عاوزين نتعمق تاني عشان الناس ما تزهقش. خلينا اقول بس الاي اي احنا ممكن نستخدمه في حياتنا اليوميه في ايا كان تخصصك. مهندس، محاسب، دكتور، ماركتير، صاحب شركه، صاحب مشروع، مدير شركه، تقدر تستخدم الاي اي. هيساعدك كتير. تقدر تستخدم الاي اي في انك تكسب، تحقق منه مصدر دخل، في انك تساعد الناس. وزي ما انا ما بعمل دلوقتي في الوقت الحالي، مثلا لو في حد ممكن مثلا قال لي ان انا عاوز اعمل حاجه كاستمايز، حاجه خاصه بيا تساعدني في ان انا اطور شغلي باستخدام الاي اي، واعمل لي سيستم او ورك فلو معين خاص بيا لشركه السياحه بتاعتي، او انا مدرس وعاوز اعمل كذا، فانا ممكن ابيع له الخدمه دي. فانت ممكن تعمل كده. او لو انت مثلا مدرس، ممكن تستخدمه في ان هو يلخص لك دروس ومحاضرات ومواد، ويعمل لك امتحانات، ويعمل لك ملفات خاصه بتقييمات الطلاب. ممكن يعمل لك سيستم كامل. ممكن تستخدمه في اكتر من حاجه يعني في الاي اي بشكل يومي، ويوفر عليك وقت ومجهود. احنا لو كنا بدون الاي اي كنا قعدنا، عاوز اقول لك ايام، مش هقول اسابيع، ايام عشان نخلص كل الحاجات دي. فدي البوستات بتاعتك جاهزه. ممكن اصلا اروح اخد ده كده. ركزوا معايا يا جماعه. انا عملت بوست فيسبوك الاخلاص للسياحه 10 بوستات. تمام. وادي ال 10 بوستات. ممكن اعمل ايه؟ انا عاوز اصمم دلوقتي. هتقول لي طيب يا سيدي انت هتنزل البوست ده بدون تصميم؟ هقول لك لا، هنزله بتصميم. طب ازاي؟ هتصمم فين؟ هروح كانفا؟ مش هروح كانفا، مش هروح اي مكان. هاخد البوست ده زي ما هو كده كوبي، واروح فين؟ كلود. واقول له ايه؟ هقول له ايه؟ صمم بوست، صم صمم صورة للبوست ده على الفيسبوك. خلاص الموضوع انتهى. عندي البوست وعندي الكابشن، واروح اعمل ببلش على الفيسبوك. ولو انا كمان شاطر في استخدام مانوس، اقدر اروح اقول له مانوس انشر لي انت على الفيسبوك. اديله كل البوستات بكل الصور، واقول له جدولهم كل يوم هتنزل بوست. لو انت بقى ادفانسد في الاي اي. تمام.
مفيش يعني حتى الآن الموضوع بالنسبة لنا، بالنسبة لك مش معقد، سهل يعني، مش شايف أي صعوبات فيه. آه، في ايه تاني ممكن نتكلم عنه في السيشن دي؟ عشان احنا دخلنا في ساعة ونص وكده الناس هتبدأ تمل. لحد ما شات جي بي تي ما يخلص واحنا عرفنا ازاي نعمل بروجكت وازاي نستخدم كلود وازاي نستخدم مانوس وازاي نستخدم شات جي بي تي، لان في ناس قالت لي الموضوع بالنسبة لنا معقد. الموضوع مش معقد ولا حاجة، الموضوع سهل جدا. اهم شيء، اهم نقطة، ما تأجلش. لو انت حابب انك تبدأ تتعلم الاي اي ما تأجلش، ابدأ من دلوقتي. ما تنتظرش شايفين الطريقة؟ الموضوع يا جماعة، انت ممكن، سؤال على سبيل المثال، ايه اللي يمنعنا ان احنا ناخد مثلا كلود او نستخدم الاي اي دلوقتي في ان انا اروح اعمل تصميمات وابيعها؟ انا ايه يمنعني دلوقتي، او انت اي حد في السيشن، ايه يمنعك في انك تبدا دلوقتي حالا تبيع الديزاينز دي لشركه؟ تقول له تعالى انت شركه ايه، ابعت لي تفاصيلك، وتقوم رايح عامل ايه؟ تقول لي شات جي بي تي انا عندي بيزنس مشروع جديد عاوز ابيع له تصميمات جرافيك ديزاين، ساعدني ابني بروجكت على كلود بحيث انه ان انا زي ما شرحنا دلوقتي، وتبدا تطلب. لانك لو طلبت تعمل تصميمات من شات جي بي تي بشكل عشوائي هيديك تصميمات عشوائيه، انما هو دلوقتي عامل ايه؟ مستخدم اللوجو بتاع الشركه واسم الشركه ومستخدم كل التفاصيل. ممكن اقول له ضيف مثلا رقم الواتساب او غيره. ففي بروجكت مش شغال بشكل عشوائي. دي كان هدف السيشن، ان انا اعلمك ازاي تستخدم الاي اي مش بعشوائيه، بتنظيم. اتوقع في حد عاوز يدخل دلوقتي ولا لا؟ لا مفيش. طيب فانت ممكن تستخدم الاي اي في كفريلانس وتحقق منه مصدر دخل. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. المحاضره دي ان شاء الله هتكون مسجله، والمحاضره دي او السيشن دي عفوا هتكون مسجله، والسيشن دي هتترفع على اليوتيوب، وهنزلها تاني عشان الناس اللي ما ركزتش في بعض النقاط تقدر تتفرج عليها مره تانية ان شاء الله. آه، وهبعت لكم او هنزل ده على صفحه على حسابي على الفيسبوك، وتحاولوا انكم تعملوا شير عشان توصلوا لان دي تقدروا تقولوا انها علم ينتفع به، فعاوزها حاجه تكون صدقه جاريه او وات ايفر يعني. فحاولوا تعملوا شير للمحاضره دي او السيشن دي بعد ما انزلها ان شاء الله. كمان ما تنسوش ان انا ممكن اعمل لك سيستم خاص بيك بشغلك انت، وات ايفر بقى، انت صاحب مشروع او انت صاحب شغال محاسب مهندس دكتور ايا كان تخصصك، سيستم يساعدك بشكل بقى اكتر ادفانسد يعني من اللي احنا شرحناه النهارده، بحيث انك تطلع نتائج لنفسك بدون ما تعتمد على حد، نتائج ادفانسد اكتر من كده محترفه، وتوفر على نفسك وقت ومجهود وتعب بشغل الايد ده. فالاي اي الحمد لله موفر لنا كل حاجه. نروح للفقرة الأخيرة وهي فقرة الأسئلة. لو في حد عنده أي سؤال سريع، لأن احنا هنضطر إن احنا ننهي السيشن في الوقت الحالي عشان الوقت سرقنا. لو في حد عنده أي سؤال ممكن يعمل ريز هاند، يرفع إيده ويبدأ يسأل. آه لو مفيش ننهي السيشن دي ونشوفكم على خير إن شاء الله. مفيش حد عنده أي سؤال؟ طيب كده نكون انتهينا من السيشن بتاعت النهاردة. إن شاء الله هنبدأ نشاركها على اليوتيوب، وأتمنى تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.